هو مرض الانسداد الرئوي المزمن يعتبر واحد من اشهر امراض الصدر اللي بتحصل نتيجه التعرض المستمر للتدخين والملوثات بصورها المختلفه زي انبعاثات المصانع والعوادم السيارات والكيماويات، لكن يفضل ان السبب الاهم والاشهر هو التعرض للتدخين وخصوصا تدخين السجاير والشيشه. الدخان وملوثات الهواء بتعمل استثاره متكرره في الاغشيه الرقيقه المبطنه للشعب الهوائيه او الممرات اللي بيعدي فيها الهواء داخل الرئتين، ونتيجه الاستثاره المتكرره دي بتخلي الاغشيه تبقى سميكه ومحتقنه وبتحفز افراز كميات كبيره من البخاط او البلغم، وده بيؤدي في النهايه لانسداد لممرات الهواء. عشان كده المريض السده الرئويه على طول بيحس بضيق في التنفس واعراض تنفسيه اخرى. من الأعراض المشهورة لمرض الانسداد الرئوي هو شعور بضيق في التنفس مستمر لشهور وسنين، وجود كحة مع بلغم مستمر وخصوصا الصبح أول ما يصحى المريض من النوم، وبرضه ساعات بيسمع المريض صوت صفارة أو تزييق مع النفس. مريض السده الرئويه بيبقى معرض لحدوث نوبات من زيادة في الأعراض أو زيادة في شدة الأعراض، وده بيحصل عادة بسبب التهاب بكتيري شعبي كمضاعفات لادوار الانفلونزا. ادوار البرد عند مريض السده الرئويه مش بتقعد معاه 3 أو 4 أيام زي ما بيحصل معانا كلنا، لكن ادوار البرد عاده بيبقى مصاحب ليها زياده في كرشه النفس والكحه وكميات كبيره من البلغم اللي بيتحول لونه للاصفر والاخضر، والنوبات دي ممكن تكون شدتها عاليه لدرجه ان هي تستدعي دخول مستشفى، واحيانا قد تؤدي لدخول رعاية مركزه ووضع على جهاز تنفس صناعي. المريض عادة بعد ما بيخف من النوبات دي ما بترجعش وظائف التنفس بتاعته اللي كانت عليها قبل زيادة الأعراض، لكن تبتدي تقل تدريجيا، ومع تكرار النوبات بيفضل المريض يفقد في وظائف التنفس بتاعته تدريجيا حتى يحصل ليه نقص مزمن ومستمر في نسبة الأكسجين في الدم أو ما يطلق عليه الفشل التنفسي المزمن. مريض السده الرئويه للاسف معرض لمضاعفات كتير، اولها زي ما قلنا ممكن يحصل ان نسبه الاكسجين في الدم تفضل قليله باستمرار او ما يطلق عليه الفشل التنفسي. خلاص يعني قدره الرئه على استخلاص الاكسجين من الهواء الجوي قلت جدا، واصبح الاكسجين الموجود في الهواء الجوي غير كافي، واصبح المريض معتمد على مصادر ثانيه للاكسجين زي اسطوانه الاكسجين او مكثف الاكسجين، وده بيبقى معتمد عليه اعتماد مستمر، وده طبعا بيأثر على حياه المريض وانشطته اليوميه. كمان بيأثر على القلب والأوعية الدموية، وقد يسبب حدوث فشل في عضلة القلب اليمنى وزيادة في نسب حدوث الجلطات خصوصا جلطات القدمين وشرايين الرئتين. السده الرئويه بتضعف عضلات الجسم المختلفة وبتسبب هشاشة عظام، كل ده بيأثر في الآخر على حياة المريض والقدرة على الإنتاج وعلى المشاركة الفعالة في الحياة، بيسبب أمراض نفسية زي الاكتئاب والقلق. نقدر نحمي نفسنا ان احنا نتجنب التعرض لاسباب المرض، يعني تجنب التدخين السلبي بكل صوره، التعرض المستمر للدخان سواء دخان المصانع او الورش او السيارات، ولان الالتهابات الرئويه سبب من الاسباب المساعده لحدوث المرض، الوقايه منها عن طريق تلقي مصل الانفلونزا كل سنه في فصل الخريف، يعني في شهر سبتمبر او اول اكتوبر، وكمان المصل الواقي من بكتيريا الالتهاب الرئوي وخصوصا في كبار السن والاطفال واصحاب الامراض المزمنه. وعلاج السده الرئويه بيعتمد على عنصرين اساسيين، الاول هو استخدام بخاخات الصدر الموسعه للشعب، والثاني والمهم هو التوقف عن التعرض لمزيد من الدخان، تلقي مصل الانفلونزا ومصل الالتهاب الرئوي للحمايه من الالتهابات الشعبيه المتكرره، كمان التغذيه السليمه والممارسه اليوميه للرياضه، كل ده بيحسن من وظائف التنفس وبالتالي جوده حياه المريض، قدرته على الانتاج والمشاركه الفعاله في الحياه. لكن يبقى الإقلاع عن التدخين هو أهم وسائل العلاج وأكثرها فعالية. في خلال أيام لأسابيع بعد الإقلاع عن التدخين معظم المرضى بتبتدي تحس بتحسن ملحوظ في الأعراض النفس من ضيق التنفس والكحة وكمية البلغم، نسب نجاح أعلى، لذلك بفضل وجود برامج متخصصة وأدوية مساعدة بنسب نجاح عالية. قرار إن أنت توقف تدخين وصفته منظمة الصحة العالمية إنه أفضل قرار بياخده المدخن في حياته، وده لصالح صحته وصحة المستقبل أسرته.